جاهزين؟ السلام عليكم. قصة النهارده بتتكلم عن تاجر غني. التاجر ده كان عنده ابن وحيد، فابنه ده كان عايش حياته عادي، بمعنى فلوس كتير واصحاب كتير. ولكن التاجر ده كان حكيم وعارف ان الفلوس بتروح وبتيجي، فقرر في يوم انه يعلم ابنه ده درس عمره ما ينساه، عشان ابنه كان دايما فاقد الشغف في اي حاجه هو كان بيعملها، كان عاطي الحاجه قيمه. فندى عليه في يوم وقال له انا عايز اسلم لك التجاره دي كلها، لكن بشرط واحد، هتنزل البلد وتلف على كل واحد وتشوف اي حد محتاج مساعده وتساعده. فطبعا الابن استغرب من الطلب، افتكر ان هو هيديله شويه معلومات عن البيع والشراء، ما كانش متخيل ان هيطلب منه طلب زي ده، لكن وافق وقرر ان هو ينزل. فبدأ ينزل البلد وبدأ يبص على اي حد محتاج حاجه كان يساعده. من شخص مثلا كان محتاج علاج كان يروح يجيب له العلاج ويديهوله، من شخص مثلا كان محتاج اكل كان بيروح يجيب له الاكل ويديهوله. فعدى سنين كتيره والشاب ده بدأ يمارس مساعدات الناس كتيره قوي، فكبر. فابوه طلب منه، نادى عليه وقال له عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ رد عليه قال له انا كنت بسيف اي حاجه كنت بعملها في دفتر صغير. فبدأ يطلع له الدفتر ده ويديه للتاجر. التاجر بص في الدفتر وابتسم، قال له عايزك تجمع لي كل اللي انت صرفته على المساعدات دي. فبدأ الابن ده يجمع الفلوس اللي هو صرفها على المساعدات دي، وبدأ يقول له ده مبلغ كبير، اكيد لو كنا استثمرناه في حاجه كان زمانها هيبقى مبلغ ضخم. رد عليه التاجر ويقول له انا معاك ان ده مبلغ كبير، لكن لو كنا صرفناه فعلا على استثمار او كده كان احتماليه كبيره ان هو يخسر واحتماليه كبيره ان هو يكسب، لكن حب الناس والاثر الطيب اللي انت سبته في قلوب الناس اللي انت ساعدتها دي، ده افضل من انك انت كنت تستثمر، ده عمره ما يخسر. فالحكمه ايه من القصه دي؟ ان الغنى اغنى حاجه في حياتك دايما ما تلاقيهاش في الفلوس، ولكن بتلاقيها في الخير اللي انت بتسيبه في قلوب الناس. ده الكنز الحقيقي اللي عمره ما بيخلص، ده اللي بيدي لروحك قيمه وبتفضل معاك، ده اللي بيدي لروحك قيمه يعني نفسيا يعني، وكل اي حاجه انت بتعملها، فده استحاله اللي هو يخلص.